مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بقى نبدأ حلقتنا، وحلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراة الكلاسيكو في نهائي كأس الملك في اسبانيا. فهيا بنا نبدأ. طبعا في البداية حابب أنوه إن شاء الله طبعا هبقى أنزل لكم حلقة تحليل كامل وشامل لمباريات دوري أبطال أوروبا 2025 نصف النهائي إن شاء الله يوم الثلاثاء. فطبعا حابب طبعا من كل المشاهدين الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، عايزين دعم قوي على الفيديوهات عشان ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية قوية جدا جدا. هيا بنا نبدأ. طبعا مباراة الكلاسيكو مباراة قوية وقوية جدا 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 زي ما بقول لكم، لان طبعا فريقين بينافسوا على البطولة، ويعتبر مباراة قوية جدا جدا للفريقين. طبعا بعتذر لان الحلقة متصورة متأخرة شوية، ولكن زي ما بقول لكم قبل كده بيكون في ميزة لما الحلقة بتتصور متأخر، وهي طبعا بتكون تشكيلة الفريقين بالظبط معايا، مش هتوقع حاجة غلط، هي التشكيلة بتبقى نزلت خلاص فمش هيبقى في مجال للتوقع. فهنبدأ طبعا بتشكيل الريال، وبعد كده تشكيل برشلونة، ثم توقعاتي للفائز وسيناريو المباراة، ونختم الحلقة. طبعا في البداية تشكيل ريال مدريد: عاد من جديد تيبو كورتوا لحراسة المرمى. كورتوا مستواه في الفترة الأخيرة متذبذب شوية، دخل في مرماه 5 أهداف في ماتش الأرسنال في مباراتين على التوالي، ولكنه حارس كويس الحق يتقال، وبيشيل كور صعبة وتصديات قوية. قلبين الدفاع يعتبر أفضل خيارين موجودين هما ايرون تشاوميني في خط الوسط مش موجود في الدفاع، فهيكون موجود راؤول اسانسيو بجوار انطونيو رودريجير. تشاوميني كويس ان هو مش في خط الدفاع، كان في ناس كتير بتقول ان تشاوميني هيبدا في خط الدفاع، فدي مصلحه ان تشاوميني مش موجود في خط الدفاع لجماهير ريال مدريد، لان تشاوميني لو كان موجود في الدفاع كان هيعمل طبعا كوارث كبيره جدا. فكويس انه موجود في خط الوسط اهو كمحور ستة، هيبقى افضل بكتير. راؤول اسانسيو ورودريجر. طبعا ناحيه اليمين لوكاس فاسكيز ده كارثه، طبعا هو ده من نقاط الضعف القويه جدا. وناحية الشمال طبعا فالفيردي موجود في خط الوسط بردك، مش موجود في خط الدفاع. فيعني انا شايف لو فالفيردي كان موجود مكان فاسكيز يمكن كان ارحم شويه، لان انا شايف لوكاس فاسكيز ده هيعمل كوارث النهارده، وربنا يستر منه طبعا لجماهير الريال. فالفيردي في خط الوسط، وسيبايوس. سيبايوس لعيب كويس جدا، وكويس انه بيشارك النهارده اساسي، دي حاجه رائعه الحق يتقال. وفيرنر ميندي طبعا ربنا يستر منه بردك، لانه دفاعيا رايح في داهيه، ولكن يمكن الماتش ده يكون يعني يعود لمستواه. جود بيرنينجهام موجود، والثلاثي الامامي طبعا موجود مبابي على مقاعد البدلاء، وموجود رودريجو فينيسيوس في التشكيله الاساسيه. تقريبا مبابي مصاب او مش جاهز بحد كبير فقعد على الدكه. وطبعا انا شايف ان وجود مبابي على مقاعد البدلاء كويس جدا، لان لما بيكون موجود كسلاح طبعا هيبقى كويس، وفي نفس الوقت لما بيكون موجود ادواره بتتداخل مع ادوار فينيسيوس جونيور ورودريجو. فشايف يمكن ثنائيه فينيسيوس ورودريجو دي تعمل شغل كويس، وشفنا نتائج كانت كويسه يعني السنه الماضيه في 3 كلاسيكوهات فاز فيهم الريال طبعا. فاز 2-1 في المباراة الأولى، وبعد كده فاز 3-2 في مباراة الإياب، ثم فاز في ماتش السوبر الأسباني في السعودية 4-1 بثنائية رودريجو وفينيسيوس، لأن ساعتها طبعا امبابي ما كانش تعاقده معاه، وبرنينجهام كانت تحتهم واخد حرية قوية جدا. ولكن يمكن كانت في بعض الميزات شوية في الريال، مثلا الظهير الأيمن كان أحسن شوية، لأن طبعا كارفاخال طبعا شفاه الله وعافاه طبعا هيرجع إن شاء الله في فترة قريبة، ولكن فاسكيز بالنسبة له كوارث طبعا مفيش مشاكل. فبالنسبة لمشاكل الريال اللي أنا شايفها، الريال يعتبر هجوميا مقبول جدا، التشكيلة دي بتبقى هجوميا كويسة جدا، بتبقى أحسن من الثلاثية اللي هي بتاعت امبابي ورودريجو وفينيسيوس. بيرنينجهام لو هياخد أدوار هجومية أكتر هيبقى كويس جدا. الثلاثة اللي في خط الوسط شايفهم مقبولين جدا: سيبايوس اللي بيلعب أساسي، تشاوميني، فالفيردي. كنت اتمنى بس في مركز الباك اليمين انه يعني فالفيردي يلعب، هو كان هيأثر شويه على خط الوسط، بس هو كان ممكن يحل شويه من مشاكل فاسكيز او كوارث لوكاس فاسكيز طبعا اللي هيلعب عليها رافينا النهارده، هيعمل ماتش قوي جدا. فده بالنسبه طبعا لنقاط ضعف الريال، طبعا اهمهم لوكاس فاسكيز وميندي وتشاوميني. طبعا لو مش فايق هيبقى كارثه بردك. ودي 3 مشاكل في تشكيله الريال، لان الريال طبعا عنده نقاط قوه كويسه جدا. فينيسيوس جونيور لو في مستواه هيفرق جدا مع الريال، رودريجو بايردك لو في مستواه هيفرق جدا مع الريال، برلينجهام لو في مستواه هيكسب طبعا الريال مش محتاج كلام يعني. فدي تقريبا مشاكل الريال. نروح بعد كده لمشاكل برشلونه. تشكيله برشلونه: تشيزني في المرمى متميز جدا، حارس كويس، ما 10 على 10. كارثه طبعا ناحيه الشمال هو جيرارد مارتن، بلدي طبعا مصاب، فوجود مارتن ده مصيبه طبعا على
برشلونة طبعًا، وهيسبب كوارث. ثنائي الدفاع بيرجع مرة تانية مارتينيز وكوبارسي، يعني شيء جيد جدًا. كوندي كالمعتاد، بدري وفرينكي دي يونج وأولمو في خط الوسط كويسين جدًا، رافينيا ولامال، وطبعًا في الأمام فيرنان توريس. طبعًا فيرنان توريس كبديل بينزل يعمل شغل، برضك لمّا بيلعب المباريات اللي مش قوية أوي بيعمل شغل، ولكن دلوقتي في ظل غياب ليفاندوسكي واللعب بيه أساسي هيكون مشكلة كبيرة لبرشلونة. أنا شايف مشاكل برشلونة توريس طبعًا كمهاجم مش هيكون كويس جدًا، مش هينفع يعمل كمحطة، مش هينفع يتفوق على مدافع زي رودريجر طبعًا أو راؤول أسانسيو اللي عنده روح عالية. مارتن ده هيسيب كوارث طبعًا في خط الدفاع، فبرضك يعتبر في مشكلتين أو 3 أيضًا في برشلونة زي ما في مشكلتين أو 3 في ريال مدريد. المباراة إلى حدٍ ما متكافئة، ولكن ممكن آآ كمدرب طبعًا فليك يعني بيقدر يستغل لعيبته أفضل من أنشيلوتي كتير. أنشيلوتي الفترة الأخيرة أداؤه متذبذب جدًا، وبرضك في نفس الكلام برضك فليك مستواه متذبذب في آخر 3، 4 مباريات، ولكن ممكن أنشيلوتي كوارثه أكبر شوية. يعني يكفي إن برشلونة خسر من بروسيا دورتموند، ولكن مكمل في دوري الأبطال. بيفوز في الدوري، ولكن كوارث الريال أكبر. الريال خلاص خرج من دوري الأبطال، في الدوري بعد جدًا. فأنا شايف الريال فرصته الوحيدة الموسم ده هو كأس الملك، وأنا مش عارف إحساسي بيقول سيناريوهات الكرة زي ما قلت لكم إن دايما ريال مدريد في أسوأ مواسمه، أو دايما بيبقى في موسم بياخد كل البطولات وبعد كده في موسم بيطلع موسم سيء، بيطلع ببطولة واحدة طبعا، وشفنا الكلام ده في أكتر من سنة. فأنا حاسس إن بنسبة كبيرة الموسم ده ريال مدريد مش هياخد دوري الأبطال خلاص، هو خرج منه. ريال مدريد برضك مش هياخد الدوري الأسباني، لكن حاسس بنسبة كبيرة ريال مدريد النهارده هيفوز على برشلونة بصعوبة كبيرة، وهياخد البطولة. ممكن يفوز مثلًا 3-2 أو 2-1 بصعوبة كبيرة، زي ما قُلت لكم الكلاسيكوهين قبل كده اللي فاز فيهم ريال مدريد السنة اللي فاتت على برشلونة، سواء كلاسيكو ال3-2 أو كلاسيكو ال2-1، وكانوا بهدفين بلينجهام، سواء في ماتش ال2-1 أو في ماتش ال3-2 كان بلينجهام اللي بيحسم في آخر الدقائق. فحاسس إن النهارده بلينجهام هيحسم الماتش في آخر الدقائق، والمباراة هتنتهي تقريبًا 2-1، 3-2 حاجة في الرينج ده للريال. والريال هياخد كأس الملك فقط لا غير، ومش هياخد لا دوري أبطال ولا هياخد الدوري الأسباني، والدوري الأسباني هيروح لبرشلونة. فدي توقعاتي إن المباراة هتنتهي بنسبة كبيرة بفوز الريال بصعوبة، ممكن 2-1 أو ممكن 3-2، ولكن بصعوبة كبيرة بفرق هدف. فدي توقعاتي. كده وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا ما تنسوش في نهاية الحلقة الاشتراك في القناة، اللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد، وانتظروا حلقة تحليل دوري أبطال أوروبا إن شاء الله يوم الثلاث. بالتوفيق طبعا لجماهير الريال وبالتوفيق لجماهير برشلونة، وأتمنى طبعا اللي يقدم كرة أحسن واللي يقدم ماتش أقوى يفوز، ولكن أنا بتوقع فوز الريال كتوقع يعني من وجهة نظري، ولكن ممكن يصيب وممكن يخطئ طبعا. وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على المشاهدة وباي.